برنامج الشعب يريد ضيف حلقة الليلة الإعلامي المصري تامر أمين. تامر أمين بسيوني من مواليد 1974، حاصل على ليسانس ألسن، ابن من أبناء التلفزيون المصري وقطاع الأخبار، فقد التحق به بناء على توصية من والده الإعلامي الكبير أمين بسيوني، وتدرج بالسلم حتى أصبح مؤخرا واحد من أشهر وجوه التلفزيون قبل الثورة، إلى أن تم استبعاده من على الشاشة، ولكنه يصرح دائما بأنه عائد إلى بيته، وما حدث هو زوبعة في فنجان. تامر أمين محسوب على النظام السابق، ويتهم دائما أنه كان صوت النظام وصوت على المعارضة في برنامج البيت بيتك بنسخته الأولى، ثم بنسخته الثانية المسماة مصر النهاردة. دعونا نرى الليلة ماذا يريد أن يعرف الشعب من تامر أمين في هذه الحلقة. تامر، مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا طارق؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا، تفضل. شكرا. تامر أمين، كل سنة وانت طيب. وانت طيب. هل أنت تطبق نظرية مات الملك عاش الملك؟ الملك هو الله، ومن يحتذي بكلمة الحق اللي هي كلمة الله ما عندوش ملك بيموت وملك بيعيش. واللي فاهم إعلام واللي درس إعلام واللي اتربى في بيت إعلامي ثم في مؤسسة إعلامية زي ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتلفزيون يعرف أن الإعلام هو كلمة الحق. الإعلام أن تعلم الناس بالحقيقة وفقا لضميرك المهني وما تعلمته من حرفيات العمل الإعلامي. فول ستوب. بناء على ما قاله تامر أمين وبناء على الحقيقة التي قالها منذ لحظات، دعونا ننتقل إلى السؤال الأول. الشعب يريد أن يعرف. الشعب يريد أن يعرف، هل الحقيقة قالها تامر أمين عندما قال إن خالد سعيد هو شهيد البنجو والمخدرات؟ وهل سيعتذر تامر أمين من عائلة خالد سعيد كما اعتذر زميله خيري رمضان عندما زار والدته في بيتها؟ نرى الفيديو أولا ومن ثم التعليق. هذا الشاب خالد صبحي سعيد 28 سنة، سوابق ومسجل خطر، عليه 4 أحكام: 1 التهرب من التجنيد، 2 حمل سلاح أبيض، 3 التعرض والتحرش بأنثى، 4 محاولة سرقة بالإكراه. والطب الشرعي أثبت أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق. هل هذه هي الحقيقة الإعلامية التي كنت تتكلم عنها؟ حتى اللحظة اللي أنا بتحدث فيك معاه لا أعتبر أنه شهيد البنجو ولا أعتبر أيضا أنه شهيد الشرطة. ليه؟ لأن التحقيقات ما زالت جارية. الكلام اللي حضرتك تفضلت وجبته في الكليب كلام صحيح وأنا مسؤول عنه حتى اللحظة اللي أنا بتكلم فيها، بس هو مقصوص منه الجزء المقدمة اللي أنا قلتها اللي هي على فكرة ولا تقربوا الصلاة في القرآن الكريم. أنا قلت أن ما سيأتي على لساني الآن هو بيان وزارة الداخلية المصرية تعقيبا على أحداث خالد سعيد. إذا ما سأقوله ليس كلامي وليس وجهة نظري وليس موقفي من شاب أنا لا تربطني بيه أي صلة، ولكن هناك صورة توضح تماما هذا الشاب كيف كان شكله وكيف أصبح بعدما أن تعرض للاعتداء. من يحسم؟ يعني الداخلية بتقول أن هذه الصورة هي صورته بعد التشريح، وأنا مش عارف معلوماتك ومعلوماتي الطبية. أنت عارف الإنسان الجثة لا قدر الله يعني بعد ما بتتشرح بتبقى عاملة إزاي؟ تبقى كلها خيوط المشرط وكل معظم الأحشاء والأعضاء، يعني أنا آسف لهذه الصورة الذهنية عند المشاهدين، بتبقى صورة سيئة. ولكن يقال أن هذه الصورة التي عرضت هي لهذا الشاب ما قبل أن تشرح الجثة وهو معرض ربما، وهذا الاحتمال أنا يعني أضعه في الحسبان، لكن في النهاية أنا قلت أن ما سيرد على لساني هو بيان وزارة الداخلية. إذا كان صادقا أو كاذبا تسأل في ذلك وزارة الداخلية. وآخر كلمة أيضا لم تردها وحضرتك وفريق الإعداد المحترم في هذا الكليب إن أنا قلت في النهاية يا جماعة دعونا لا نستبق الأحداث، دعونا ننتظر اللجنة الثلاثية للطب الشرعي لكي تحدد إذا ما كان مات معذبا من قبل الشرطة فلتأخذ الشرطة جزاءها، أو مات باسفكسيا الاختناق لأنه ابتلع البنجو فساعتها نعتذر للشرطة ويصبح الولد مدانا. زميلك خيري رمضان اعتذر
من عائلة خالد سعيد، هل أنت ستعتذر من عائلة خالد سعيد؟ انا لم اهاجم خالد سعيد او لم أكثر من هيك؟ اسب. ما انا قلت لك انا اللي قلته انا مسؤول عنه. انا ما قلتش ان الولد عمل كذا، انا بقول بيان وزاره الداخليه كذا 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 نعم. كذا كذا. واثناء الثوره انا اللي طلعت وقلت يا جماعه لكي تهدأ روح خالد سعيد ولكي تهدأ ثائره اسره خالد سعيد، اسرته الصغيره واسرته الكبيره، انا اطالب النائب العام الان، والكلام ده كان يوم 8 أو 9 فبراير، انا اطالب النائب العام الان ان يعيد فتح التحقيق في قضيه خالد سعيد ليضع الامر موضع الفصل للمره الاولى والاخيره. هل عذب خالد سعيد ام انه فعلا كما جاء في بيان وزاره الداخليه ابتلع لفافه البنجو؟ أنت ماذا ترى أو ما هي قناعاتك اليوم بعيدا عن الضغوطات وبعيدا عن ما كان يملى عليكم وما يفرض عليكم قراءته على الهواء؟ هل خالد سعيد هو شهيد البانجو أو هو شهيد الثورة المصرية؟ اسهلها لك. اسهل حاجه بالنسبه لي دلوقتي ان انا اقول انه شهيد الثوره المصريه، وانني اسف وانني اعتذر، وان خالد سعيد هو مفجر الثوره وهو كذا وكذا وكذا، علشان يعني ادلل بعض اصحاب المعتقدات اللي عايزين يسمعوا مني هذا الكلام. لكن في النهايه انا بقول لك ما عنديش معلومه مؤكده، لانني لم اكن حاضر الواقعه ولم تاتيني صوره اكيده. والنائب العام في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي فاتح التحقيق ومستنيين النتيجه بتاعه التشريح النهائي، وقتما تظهر النتيجه ساؤمن بها اينما كانت، مش قضيتي. في حال ظهرت النتيجة وكنت على خطأ، هل ستتوجه إلى عائلة خالد سعيد وتعتذر منهم عما ورد على لسانك في تلك الحلقة؟ مع اني مقر انه لم يرد على لساني ما يسيء لاسره خالد سعيد، ليس منما او معبرا عن شخصيتي، لكن انا من المؤمنين دائما ان الاعتذار هو فضيله الكبار. السؤال الثاني: الشعب يريد أن يعرف. الشعب يريد أن يعرف، وخصوصا بعدما سبق لك وقلت أن حوالي 30% من حكومة النظام السابق يستحقون أن يكونوا في السجن، صح؟ ده في حضرتك الكريمة. أيوة، في برنامج معي اليوم. الشعب يريد أن يعرف، هل لديك الجرأة أن تقول ممن هم اليوم في السجن من الحكومة السابقة هم يستحقون أن يكون مكانهم السجن؟ أعتقد أن الأيام أثبتت كلامي، والكلام 30% بس يعني ربنا كرمه كبير، وصلت النسبة ل 90%. طيب ربنا كرمه كبير. أنت أحلم وسيب ربنا يحقق لك أحلامك. أنا الكلام اللي كنت بقوله مع حضرتك السنة اللي فاتت، أنت كنت تتمنى أن يدخل هؤلاء السجن؟ أنا كنت أعلم أن هناك قدر كبير من الفساد في النظام وفي الحكومة. نعم. وكنت أتمنى أن يقع القانون أو يوقع القانون قبضته وسلطته على الفاسدين حتى ولو كانوا من الوزراء والمسؤولين. وها هو قد حدث. أنا كنت شايف أن 30% كانت بؤرة فساد، ربما في بعض أشباه الفاسدين الذين كانوا يستفيدون من الفساد. الثورة أطاحت بحكومة، الثورة أطاحت بنظام، الثورة أطاحت برئيس. هل الثورة أطاحت بمستقبل تامر أمين المهني في مصر؟ أنا لم أبعد من التلفزيون المصري، أنا تركت التلفزيون المصري بكامل إرادتي، وطلب مني من إدارة اتحاد الإذاعة والتلفزيون أن أكمل البرنامج بعد رحيل زميلي محمود سعد وخيري رمضان من البرنامج، ورفضت وقالوا لي أنت ابن التلفزيون المصري وأنت عماد البرنامج، وهذا الكلام موثق على لسان الدكتور سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق. ولكني ظهرت في هذه الحلقة الشهيرة يوم 2/4/2011 وقلت إذا كانوا يريدون دماء جديدة وتغييرا في التلفزيون فأنا مع هذه الفكرة. وهل لم يكن أمام تامر أمين سوى قناة، يعني مع احترامنا إلى كل القنوات وإلى كل المحطات، سوى قناة لا تزال يعني في مرحلة مبتدئة جدا ضمن القنوات الفضائية المصرية للذهاب إليها أو للجوء إليها، لماذا لم ينتقل إلى محطة أخرى معروفة أكثر؟ هي المشكلة أن معظم القنوات الكبيرة التوك شو فيها اوريدي ثابت، وأنا يعني شغلتي الأساسية مذيع توك شو، فمعظم القنوات الكبيرة اللي ليها كل الاحترام وبعض منهم خاطبني، بس قلت لهم أنا حاجة أعمل إيه؟ أنتوا عندكم توك شوهات شغالة والحمد لله ناجحة. نعم. هتيجي هنافس نفسي يبقى أنا هكسر. من اتصل بك من القنوات الكبيرة؟ لا ده احترام ما ينفعش. ليه؟ عشان في النهاية ما ينفعش أقول القناة دي طلبتني وأنا اعتذرت، هذا يعني ليس من حقي وأدبيات المهنة
تقول ان انا احتفظ بهذا السر. هناك حملة اليوم تقام على الانترنت وعلى الفيسبوك ضد قناة معينة. زملائك اللي كانوا يمكن من نفس الاتجاه أو من نفس الخط ذهبوا إلى تلك القناة، لماذا تامر أمين لم يكن إلى جانبهم؟ لهذا السبب أولا. أو لست من الفلول؟ أنا معتبر نفسي أن أنا مش من الفلول طبعا، لأن لو قلت أن في حاجة اسمها فلول يجب أن يحاكموا بسرعة، وأنا من كان يعني يرى أنني أجرمت في شيء في الذمة المالية أو في العمل السياسي أو في التربح أو أنا مستعد. عفوا على التعبير، ألم تكن بوقا من أبواق السلطة؟ لم أكن أو بوقا من أبواق النظام كما وصفت إحدى زميلاتك أنك كنت البوق المسلط على المشاهدين من قبل النظام؟ لم أكن هكذا في يوم من الأيام ولن أكون. وعايز أقول لك إن شاء الله لما أبدأ البرنامج الجديد ويديني ويديك طولة العمر إن شاء الله، ستجد أنني لن أكون بوقا أيضا لأحد. لن أنافق الثورة، سأقول مزايا وإيجابيات الثورة، وإذا كان له هناك بعض السلبيات أو بعض المندسين أو بعض كذا سأقولها، لأن هذا هو ضميري وواجبي. لن ولم أنافق النظام لكي أنافق الثورة. أنا كنت أصفق للحكومة والنظام عندما يجيدوا، وكنت أضرب عليهم بيد من حديد عندما يخطئوا. شأني شأن يعني. طيب لماذا المشاهد قرر مقاطعتك بهذا الشكل؟ لأنه وضعك في خانة بوق النظام. طيب هرجع وأقول لك الكلمة اللي قلتها لك من سنة في برنامج بلسان معارضيك. نعم. أرجو ألا تعمم، فالتعميم خطأ في كل الأحوال. هناك مشاهدين لا يحبونني، وأعتقد وحتى لو كانوا قلة فأنا أضعهم على رأسي، وأضع أيضا الكارهين لي على رأسي حتى يصبحوا من المحبين. قلة مين؟ المحبين ولا قلة من المندسين هو اللي بيحاولوا يوقعوا بيني وبين المحبين. فاصل، بعد الفاصل ننتقل إلى الفقرة الثانية وهي الشعب يريد أن تسقط القناع. نتابع الشعب يريد مع الإعلامي تامر أمين، وفي هذه الفقرة الشعب يريد تامر أن تسقط القناع عن شخصية من الشخصيات اللي راح نشوفهم نحن وياك على الشاشة. كل مرحلة راح يكون في شخصيتين، عليك أن تختار إحدى هذه الشخصيات لتسقط القناع عنها. حاضر؟ تفضل يا فندم. الشعب يريد أن تسقط القناع. الشعب يريد أن تسقط القناع. أول شخصيتين الإعلامي عمرو أديب والإعلامي محمود سعد. أي شخصية من الشخصيتين تريد أن تسقط القناع عنها؟ أنا بعرف إنه اثنين حابب تسقط. اثنين حابب تسقط القناع، بس أي شخص بدك أكثر؟ طبعا مع تحفظي على كلمة إسقاط القناع لأنها فيها اتهام مباشر مني وأنا لا أملكه، لأن الاثنين زملاء وأصدقاء وأرباب مهنة واحدة. أصدقاء؟ لا أصدقاء. وأنت إزيك دلوقتي؟ يلا أمورني، عايز إيه؟ بدك تختار يعني عمرو باللون الأبيض، محمود باللون الأسود. أي قناع؟ ما هي مش مسألة قناع، بس خليني أتكلم عن صديقي محمود. صديقنا محمود واحد من أكبر وأشهر المذيعين مش بس في مصر، في الوطن العربي، وصديقي، وتشرفت بزمالته في البيت بيتك على مدار 6 سنوات وسنة أخرى في برنامج مصر النهاردة، واستفدت من صداقاته ومن خبرته، لأن أنت عارف إن هو يكبرني سنا وخبرة طبعا. وشعبية. وشعبية طبعا، يعني خصوصا هلا بعد الثورة. المشاهدين اللي يحددوها أمورني، خصوصا هلا بعد الثورة. ما بعد الثورة يحددها المشاهدون. أنا يحددها المشاهدون. يعني تعال ننزل ونعمل استطلاع رأي. عملتوه ولعل المنع خير. ايه النتيجة؟ محمود سعد انه ايه؟ يفوقك شعبيا. طب والله ده يسعدني وأهنيه. يسعدنا. وأهنيه عليها طالما هذه إرادة الناس، وأنا لا أتدخل في تغيير إرادة الناس إطلاقا. فبقول لك إن محمود إرادة الناس كانت تغيير النظام، أنت كنت متحفظ على الموضوع. أنهي موضوع؟ تغيير النظام برضو احتمال.
نعود طب على نعود. محمود. ايه عايز ايه من محمود؟ اي قناع ما دوست تريد أهو. أن عايز اي إيه؟ قناع تريد ان تسقط عن محمود سعد؟ لا، قناع النضاره بس. يعني انا انجاز ليا وانت بتحطني في موقف طبعا حرج، لان انا ليس لي ان اقيم زملائي. هل تغار من محمود سعد؟ اطلاقا، وحطني على جهاز كشف الكذب لو عندك. حاطينك. هل تغار من عمرو اديب؟ لا. ما الذي كان يزعجك بعمرو اديب؟ عمرو كان بيزعجني انه كان يدخل الامور الشخصيه في العمل الاعلامي. الله يديم الوفق مثل ما بيقولوا. الله يديم المعروف. فما راح يعني لن اتدخل اكثر كي لا نعيد عقارب الساعه الى لا، وانت بتحب تهدي النفوس قوي. خلينا متصالحين. طيب. صوره اخرى. الشعب يريد أن تسقط القناع. استاذك او استاذاك او رئيساك. ايوه، لان استاذي هو معلمي، لكن هؤلاء هم رؤسائي. انا ليا معلمين اخرين تدربت على ايديهم واستفدت من خبراتهم، لكن هم العلاقه التي كانت تربطني بهم انهم فقط كانوا رؤسائي. وزير الاعلام السابق انس الفقي ووزير الاعلام الاسبق صفوة الشريف، والاثنين اليوم بنعرف انه موجودين. صحيح. بتقول موجودين. اختار موجود. ايه؟ اختار. بتقول موجودين للاسف في السجن ولا بتقول موجودين في السجن؟ لا، في السجن. ما بتقول للاسف في السجن؟ لا، ما بقولش للاسف، لان لو اخطاوا يدانوا، ومفيش حد فوق القانون، بما في ذلك الرئيس السابق الى اصغر موظف في الدوله. اي قناع تريد اسقاطه؟ قناع التعامي. محمد صفوة الشريف قيادة سياسية في مصر لأكثر من 30 سنة، وأنا أقول قيادة سياسية وليس إعلامية، وأنا أعني ما أقول برغم أنه كان وزيرا للإعلام، لكن دوره وإسهامه السياسي في الحياة السياسية المصرية أكثر بكثير مما قدمه للإعلام. فكان يعرف كل شيء عن مصر. فأنا أريد أن أسقط عنه، أو ليتني كنت استطعت أن أسقط عنه منذ سنوات سياسة التعامي، لأن أعتقد أنه كان يعلم حجم الفساد وحجم الظلم المتعرض إليه قطاع كبير من الشعب المصري. لماذا لم تسقط هذا القناع منذ سنوات؟ لم يكن لدي القدرة ولا الفرصة. لو أتتك الفرصة هل كنت لتفعل؟ لو أتتني الفرصة طبعا، لكن لا الفرصة ولا القدرة. وقتها من كان يعني يحاول مجرد بس أن... لماذا لم تقل هذا في برنامجك اللي كنت تتكلم فيه عن الفساد وبتدافع فيه؟ لماذا لم تقل هذا الكلام؟ لأن ما عنديش مستندات، ولو كنت طلعت قلت هذا الكلام دون مستندات نعم كنت أنا اللي هبقى فطورة. حتى لو كانت لديك المستندات، هل كنت لتمتلك الجرأة أن تقول هذا الكلام في حينها؟ جربني. جربناك. اديتني مستندات قبل كده قلت لك لا مش هقدر. جربناك يا سيدي، لا تفتري بالقول، كن منصفا. جربناك دي معناها ان انا عارف ان انت تمتلك مستندات، او قلت لك معلومه يا تامر موثقه بكذا وانا جابوني. ألم كنت تتلقى اوامر لبث معلومات معينه او رسائل او ذبذبات معينه بمكان عليك؟ هذا الكلام الحلو. هناك قاعده موثقه تقول البينة على من ادعى. اتفضل اديني ذبذبة من الذبذبات اللي انا كنت بتلقاها. انا لم اكن بغانا، ولم اكن بوقا، ولم اكن مرآة لتحلية وجه النظام. انا كنت اقول ما كنت مقتنعا به. كل ما قلته بالسابق انت كنت مقتنع فيه حتى اللحظة التي نتحدث فيها في شهر يعني رمضان. لم تجبر على قول شيء لم تكن اهو مقتنع خد مني ستيتمنت اهو. في شهر رمضان 2011 حتى اللحظة التي نتحدث فيها انا واياك، انا مسؤول عن كل كلمة خرجت من فمي. تمام. منذ 20 سنة. دوس. انا ما فيش درس. انا ما فيش درس. خلينا نشوف صورة جديدة. الشعب يريد أن تسقط القناع. شو بك؟ ايه؟ انزعجت؟ لا انزعجت ليه اهو؟ انا ممكن اكسر لك الزرار ده لو عايز الاسود. هلا صار فيك تكسر الزرار. هلا صار فيك اكسر الزرار طبعا. بس شهر او شهرين لورا لا ما كنتش اقدر. بص انا لا بدعي بطولة ولا بدعي ان انا عبد رامبو ولا مكسر خالص.
بالاول خلينا نعرف اي قناع تريد ان تسقط. اسقط عنه قناع الطموح المجنون، واسقط عنه قناع اللعب بمقدرات وطن. للاسف هو وطن. ازيدك من الشعر بيت. اريد ان اسقط عنه قناع الابن الذي ضلل الوالد. لماذا كنت تحاول تلميع الصورة دائما وتدافع عنهما أو عنه؟ بس عايز اقول لك حاجه. نعم. حتى اللحظه دي الله اعلم فيما يتعلق بعلاء مبارك، الله اعلم بمساله الذمه الماليه دي، الامور التحقيق تجري فيها. بس انا متعاطف مع علاء مبارك. علاء مبارك، ويمكن لو سالت قطاع كبير من الشعب المصري سيوافقني هذا الاتجاه. علاء مبارك بعده عن السياسه وبعده عن العمل الحزبي وبعده عن الطموح المجنون نعم. للدوله تعاطف، بالاضافه طبعا للحادث الاليم اللي كلنا تاثرنا. نعم. وهو فقده لنجله وحفيد الرئيس السابق. لكن في شتان الفرق ما بين علاء مبارك وجمال مبارك. ولكن ألم تكن تلمع صورة جمال مبارك من وقت إلى آخر؟ إطلاقا، ولم يحدث لمرة. وأيضا البينة على من ادعى، وأنا بقى اللي عندي الشواهد الكثيرة أنني لم ألمعه. حتى في وقت الانتخابات البرلمانية الأخيرة عندما كان من المفترض أن يستضاف جمال مبارك في البرنامج مصر النهاردة لم أستضفه، وجلس مع زميلي. أنت من اتخذ القرار أنه ما بدك تستضيفه؟ مش ما بدي طبعا، هي ما تقدر تقول ما بدي، وما اقدرش اقول امتنعت، بس عملت بعض الممارسات اللي تخليني ابتعد عن هذا الحوار. في مقابلة معي قلت انه في فريقين، انه انت ولا ممكن ان تستضيفهم بحياتك ولا موجودين بالنسبة لك، هن الاخوان المسلمين وكفاية، صح؟ لا. وتذكر هذا. لا. قلت معي بلسان معارضين. رجعت شفنا هيك استضفتهم مثل الشاطر. انا لم اقل طبعا، يعني همشي لك حكايه الشهر دي على اساس انها مدح، لكن في النهايه شاطر ما انا بقول لك على اساس انها مدح. أوكي. مش تريقه، لكن في النهايه لا فيها تريقه شوي. لا انا هاخد فيها تريقه شوي. انا هاخد القسم الذي اظنه خيرا في توني. طبعا انا قلت لك انا على خلاف فكري ومنهجي مع جماعه الاخوان المسلمين لانهم يربطون الدين بالسياسه، وعلى خلاف فكري ومنهجي مع جماعه كفايه لانهم يعترضون دون ان يقدموا البديل. لكن انا ما قلتش ان انا عمري ما هستضيف، بدليل ان اليوم الذي سقط فيه النظام تاني يوم استحرير برنامجي وقلت له انا عايز عضو جماعه الارشاد. هلا بدك تخبرني انه كل شيء صار هو برغبتك وبارادتك، انه انت بارادتك حاولت عدم استضافه، انه تبتعد عن استضافه، يعني معليه يمكن كنتوا كلكم عم تسعوا انه يقبل جمال مبارك. مين كلكم بقى؟ يعني هي كلكم دي انت صدقت فيها. لا ما معروفين، يعني في اسماء معروفه، في اسماء معروفه كانت تتسابق الى التقرب. الله يفتح عليك، لم اكن منهم. صدق او لا تصدق. على فيك تقول لا لم اكن منهم وانا كنت على عداء وانا كنت. لا ما كنتش على عداء، وانا كنت يعني هلا في الامور كثيره. وانا مش في ان انا اقول ما بدي باللبناني اهو، في اقول ما بدي صح، بس الجمهور والشعب هو عليه ان يصدقك او لا. الله يفتح عليك، بس طيب. دع الحكم للجمهور واخرج منها انت. انا لا استطيع ان اخرج لاني ساحاسب انني تركتك تقول ما تريد دون وستحاسب إذا ظلمتني، والتاريخ لا ينسى. إذا سمح لك اليوم أن تجري لقاء مع جمال مبارك في سجنه فورا سأهرول بالكاميرا. ليه؟ لأن الوضع اختلف الآن. لقاء خبري رائع أستطيع أن أواجهه فيه بكل ما أشاء، واستطيع ان انقل الحقيقه للناس، وهذا دوري ولن اتوانى عنه، ولن اخاف بقى ان يتقال ان تامر بيعمل حوار مع جمال مبارك خالص. ولو سمح لي دلوقتي اعمل حوار مع حسني مبارك هعمله. شغلي ان انا اعمل حوارات مع ايا من كان. وبالمناسبه استضافتي قبل لرموز النظام او لرموز المعارضه لا يحسب لي ولا علي. انا دوري ان انا استضيف الناس كلها. يعني انت لما تستضيفني النهارده تبقى انت محسوب على تياري؟ لا. تستضيف بكره حد من الزمالك يبقى انت زملكاوي؟ لا. انت دورك كاعلامي ان تستضيف الطيف السياسي والاعلامي والصحفي كله، وانا كذلك. لماذا لم تكن تستضيف في برنامجك كل الاطياف وكل الافرقاء؟ انا كنت استضيف كل الاطياف
الا الممنوعين من دخول التلفزيون، وهذا ليس قراري، ده كان قرار سيادي. فكان التلفزيون يمنع دخول الاخوان المسلمين الى مبنى ماسبيرو، وانا كنت اعمل في مبنى ماسبيرو. لماذا لم تذهب الى قناه مستقله لتفجر هذا الدور الاعلامي الذي انت تؤمن به وتناضل من اجله؟ فضلت ان اناضل داخل التلفزيون. سهل جدا. ايه لا، ده انا ممكن اقول لك ان انا مفجر الثوره كمان لو عايز، والله. يعني بعد شويه راح تقولها. لا استنى شويه. يعني مثل ما انك ماشي هلا بالشكل اللي انت ماشي فيه، بعد شويه راح تقول انه انت من اطلق الثوره وفي ميدان التحرير، وانت من تسبب في. طب تصدق بقى انت اللي جبته لنفسك؟ هل تصدق؟ وصدق او لا تصدق، والتاريخ سيجمعنا وستصدق وستشهد لي وقتها. انا مؤمن اني وزملائي من خلال برنامج البيت بيتك الذي انطلق 2004 اطلقتوا الثوره في مصر؟ مش اطلقنا الثوره، اطلقنا روح الثوره، اطلقنا روح الغضب، اطلقنا روح فتح العيون على الفساد وعلى الظلم. عندما نظهر في البرنامج انا وزميلي محمود، لم يكن خير انضم الينا، انا وزميلي محمود، ونطلع نقول هذا المسؤول مقصر، والشعب المصري يستحق ان يعيش حياه افضل، وهذا فساد في وزاره كذا، وهذا استحواذ على السلطه من الحزب الوطني ويجب ان يكون هناك تداول، وهذا احتكار من قبل امين التنظيم احمد عز. هو ده مش دعوه لكي تتحرك الناس، لكي تثور الناس؟ لهذا السبب ب 25 يناير هجمت من دعوا الى المظاهرات وتبكيت على ممتلكات الشرطه، ولم تتباكى او لم تبكي على الشهداء والضحايا الذين سقطوا. طيب، اولا انا لم ابكي تماما نهائيا، يعني انا ليس عادتي ان ابكي. تبكيت، انا قلت تبكيت ولا تبكيت. انا يعني امسك دموعي جيدا، خصوصا عندما اكون في حضره الساده المشاهدين. رقم واحد. رقم الا يوم خروجك من القناه لم تستطع او عزتهم او كنت بحاجه الى الدموع. صحيح، بس ساعتها لانني كنت اخلع رداء المذيع واذهب ساعتها، لكن في النهايه لا تذكرني بهذه اللحظه. يعني أنا لم أتباكى على ممتلكات الشرطة، ولم أهاجم من دعا للثورة، وأعود إلى التسجيلات. وزي ما جبتوا الكليب في بداية الحلقة، هاتوا الكليب بتاع يوم 25 يناير، وقلت أن المظاهرات التي انطلقت في الصباح انطلق بها شباب طاهر ونقي يرفع الشعارات التي أنادي بها في برنامجي هذا منذ 6 سنوات: الحرية والعدالة والديمقراطية والتغيير. ثم قلت بعدها أن الإخوان المسلمين الذين كانوا أعلنوا عدم انضمامهم ومشاركتهم اسقاط النظام لم تكن تنادي بهذا الشعار. لا، لم اكن انادي به هذا الشعار، لانك لست مؤمنا به. ثانيه واحده، لم اكن انادي به هذا الشعار، ويوم 25 يناير لم يكن موجودا هذا الشعار في الميدان. هذا الشعار تطور مع مجريات الثوره. يوم 25 يناير كانت هذه الشعارات هي التي تنادى بها: الحريه، العداله، الديمقراطيه، التغيير. اسقاط النظام بدأ مع رد الفعل، انا اسف، الغبي والمتباطئ للنظام. هل زرت ميدان التحرير؟ زرته طبعا. أثناء الثورة؟ لا، بعد يوم 11 فبراير. لماذا لم تزور يوم الثورة؟ علشان كنت عندي ميدان آخر أحارب فيه، وميدان الإعلام. ما كان عندك ولا نص ساعة ولا ساعة أنك تمر فيها على الميدان؟ لا يعني، أو خفت يكون مصيرك كما كان مصير زملائك اللي حاولوا دخول الميدان؟ ربما يكون هذا الشعور توارد إلى خاطري، ما ننكرش وما ادعيش الشجاعة المفرطة، بس أنا كنت شايف أن مكاني مجاهدا على الشاشة. آخر صورتين. الشعب يريد أن تسقط القناع. ليه ضحكت؟ إيه؟ ليه ضحكت؟ لماذا هذا ضحكت عشان يعني موفقين في اختيار الصور، والصور حلوة في نفس الوقت. إبراهيم عيسى وعادل حمودة. هنا الاختيار صعب، بالإضافة إن أنت ليه مفترض، حلوة دي، خد بقى دي، ليه مفترض إن الاثنين لابسين قناع، أو إن أحدهما لابس قناع؟ مش يمكن الاثنين هذا هو وجههما الحقيقي؟ أنت من يقرر؟ عادل حمودة يبدو أمام الناس بالمفكر السياسي والصحفي الكبير، نعم. وهذا حقيقي، وإبراهيم عيسى بالكاتب الصحفي والمعارض الكبير، وهذا حقيقي. يعني لم نسمع مرة أن إبراهيم عيسى بيعارض وفي الغرف المغلقة كان يؤيد النظام، لم أسمعها، فبالتالي لا أدعي أنه يلبس قناعا. محمود سعد هيك؟ محمود سعد هيك إيه؟ اخترته؟ أنا اخترته طبعا، لأن في النهاية أنا قلت لك إنه محمود سعد رغم إنه هو يعني مذيع كبير ومشهور وكذا وكذا وكذا، لكن المشكلة أنه كان
يعني يزيد في مجاملة الثورة وقت الثورة أكثر مما يجب، وهذا ليس دور الإعلامي. فاصل إعلاني ندع فيه تامر يرتاح قليلا، ونعود إلى الفقرة الثالثة والأخيرة، الشعب يريد أن تعترف. ونصل إلى الفقرة الثالثة والأخيرة من الشعب يريد، وفي هذه الفقرة ندخل إلى الغرفة الزجاجية مع ضيفنا تامر أمين، حيث عليه أن يعترف. تامر، السماعة إلى جنبك صارت معك، بدك تحطها لتسمع أسئلتي، لأنه وحدك من سيستمع إلى تلك الأسئلة أو إلى هذه الأسئلة. في وقت الجمهور لن يستمع إلى ما أسأل، إنما سيستمع إلى إجاباتك فقط. تمام. حاضر؟ حاضر يا باشا. الشعب يريد أن تعترف. الشعب يريد أن تعترف. تامر أمين، كيفك أنت ومروة؟ أنا ومروة؟ أنا ومروة. طب هل فيك تقول لي مروة مين؟ كيف في مروة؟ لا، في مروات كتير. عن أي مروة ممكن نكون عم نحكي؟ يعني أنا أظن إن خالك الشرير هو اللي بيطوف حوالينا دلوقتي، فبتتكلم عن الصورة التي نشرت في إحدى الصحف لي مع الفنانة اللبنانية مروة أعتقد. هذا ما كنت تقصد. يا سلام عليك. أهلا وسهلا. طيب، هذه الصورة هي صورة عادية جدا، كانت تحادثني فيها الفنانة مروة في أذني في مكان عام، كنا في حفلة عامة مش فاكر في أحد الفنادق، وكنا نتحدث والموسيقى يعني صاخبة وضوضاء، وكنا نتحدث والتقط أحد المصورين الصورة، وأنا لا أرى في الصورة ما يشين وما يعيب، لأن في النهاية إحنا شخصيات عامة وعلينا أن أولا نتجاذب أطراف الحديث، ثانيا علينا أن تلتقط الصور لنا يعني. من قال لك أنني؟ ما هو يعني لو كنت طيب كنت فكرت في حاجة طيبة، لكن بما أنك توني ففكرت في الصورة بما أن فيها القدر الخبثي. مروة زميلة في الوسط الفني، لكن لا تجمعني بها أي علاقة شخصية يعني. زميلة؟ زميلة، بما أننا كلنا في وسط إعلامي وفني واحد، كل الفنانين زملاء أفاضل ليا. طيب تامر أمين، من الذي أرسل؟ لا أعلم. وصلتني كما وصلت آخرين بعض الرسائل من أرقام مجهولة، وعندما سألت واستقصيت عن المفتاح أو الكود فعرفت أنه من مانيلا ومن أفغانستان ومن باكستان، وكانت رسائل غامضة في أيام الثورة تقول هبوا إلى الميدان وانزلوا إلى الميدان أو كذا. طب ربما لأن الآخرين إما أنهم لم يعلموا بهذا الأمر أو لم تصلهم الرسائل، أو لأنهم جبنوا أن يقولوا الحقيقة. هل لا لا، بس نقلت بعض الأرقام لأن الأرقام بالرسالة، ما هي الرسالة ما فيهاش حاجة. هي الدليل على ما تقول. كيف تمحي الدليل؟ الدليل على ما أقول طبعا. ما أنا لست متهما لكي أحتفظ بلا بالدليل. متهم. بما ان المشاهدين الكرام مش سامعين سؤالك فهقول لك لا، انا مش متفق معاك هذا الكلام. بس واعرفوا هم بقى انت قلت ايه، الا اذا خدعتني وقلت سؤالك. ممكن. لا، انا بقول لك انه انا مش معتقد يعني احرجتك يمكن بالسؤال. يعني اذا اعتبرت انه احراج فانا موافق برضو على منحك هذه الميزه، ما عنديش مشكله، لكن في النهايه انا بقول لك انا مش متهم. رقم 2، انا ما عنديش مصلحه ان انا اشوه الثوره، وانا بقول حتى اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ان الثوره المصريه ثوره عظيمه ونقيه وطاهره، ويجب على الثوار وعلى كل المصريين ان يراقبوها جيدا حتى لا يدنسها احد، وحتى لا يختلط بها من يريد أن يشوه الثورة أو يسيء إلى سمعتها الطاهرة، وهذا كلام أنا مسؤول عنه. هل لك أن تخبر المشاهدين الآن كيف كان جهازك؟ يمول بالمعلومات. يمدك بالتعليم. إذا كنت تقصد أن جهاز أمن الدولة المنحل سابقا كان يمدني بالمعلومات، فأنا هقول لك أنه لم يكن يحدث، ولعلك تفاجأ أنني لا تربطني أي صلة ولا أعرف أي ضابط كان ينتمي إلى جهاز أمن الدولة.
كل أصدقائي ومعارفي كانوا في قطاع الإعلام في وزارة الداخلية اللي هم شغلهم متصل معانا، لكن جهاز أمن الدولة السابق. بس غريب كأنك عم تعرف أنا شو بدي أسألك، يعني بدي أقول لك شو اسم الضابط اللي بيحكيك، جاوبت بدون ما أنا أسألك. هو أنا غريب عن توني؟ يعني أنا عارف مقصدك، وأنت تريد أن توهم الناس أنه كانت هناك علاقة ما بيني وبين جهاز أمن الدولة، وأنني كنت أستقل معلومات من ضابط أو من مجموعة ضباط أو من إدارة، وأنا أنفي هذا الكلام جملة وتفصيلا، بل أزيدك من الشعر بيت وأقول لك أنني ما أعرفش، يا حطتني على جهاز كسب الكذب. كان ممكن أنا عينت في التلفزيون المصري أن أنا شاب تخرجت من الجامعة وتقدمت إلى التلفزيون، وباختبارات زي بقية الآلاف الموجودين في مبنى ماسبيرو ليست لدي أي ميزة عنه. بتقبض اسم الله كل هالمبلغ وأنت موظف أقل من العادي؟ أنا بقبض هذا المبلغ من شركة صوت القاهرة لإنتاجها برنامج إعلاني اسمه مصر النهاردة، وهي التي حددت دخلي ولست أنا. تامر أمين، بدي منك أنك تطلع بالمراية وتوجه شيء للشعب أو المشاهدين المصريين كنت حابب كتير تقوله على التلفزيون المصري وما قدرت تقوله، فحابب تقوله الليلة. بقول لهم إضافة لما قلته يعني يوم تركي لبرنامج مصر النهاردة طواعية أزدهم بأنني يعني في شدة الحسرة على ما آل إليه التلفزيون المصري والوضع داخل ماسبيرو واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأنه في شهور عدة يعني تردى حال اتحاد الإذاعة والتلفزيون والشاشة المصرية بعد أن كانت يعني تميل نوعا ما إلى التطور والمنافسة، وهذا يحزنني جدا. وأنا في منتهى الأسى أيضا إذا قلت أن التلفزيون المصري لكي يقوم من جديد ويقف على قدميه هو يحتاج إلى معجزة سماوية، وللأسف نحن لسنا في زمن المعجزات. من يريد أن يصلح التلفزيون عليه أن يتدخل بمشرط الجراح، عليه أن يعيد هيكلة التلفزيون. التلفزيون المصري لا يصلح أن يكون شؤون اجتماعية. التلفزيون المصري فيه فروق فردية وفيه مواهب وفيه كفاءات تستطيع أن تطير بهذا الكيان وهذا المبنى إلى عنان السماء. تامر أمين، أنت في هذه اللحظة تامرين، تامر جالس على الكرسي وتامر موجود على المرآة. تمام. لنفترض أن من هو في المرآة هو تامر ما قبل الثورة بوضعه وبكل وصلت أهلا. والتامر الذي يجلس على الكرسي هو تامر بعد الثورة. تمام. أي تامر تختار؟ أختار تامر أمين اللي هو ما قبل الثورة أو بعد الثورة، اللي هو تامر أمين الحمد لله الذي لم يختلف قبل الثورة وبعد الثورة. وإذا كنت تنصحني أن أوجه سؤالا أو كلاما إلى الشخص الجالس أمامي في المرآة فلا لدي حديث إلا أن أقول له اثبت. اثبت في ماذا؟ اثبت عند الحق. واثبت مكانك توني. أي تامر تفضل؟ هو تامر واحد أقسم لك، والعارفين يعني الدائرة المقربة مني يدرك وتامر لم يتغير، وأدعو الله ربي ألا أتغير. صار فيك تشيل الكاسك. أنا بدي أتشكرك تامر على هذا اللقاء الجميل. عذرا إذا شدينا شوي بالأسئلة، ولكن في إجابات الشعب يريد أن يسمعها من تامر أمين. طبعا في جزء أكيد رح يصدقوا، في جزء آخر رح يرسم عليه علامات استفهام، مثل حال كل الضيوف ومثل حالنا تماما. شكرا لك على هذا اللقاء الجميل، شكرا للمشاهدين الذين تابعونا في هذه الأمسية، على أمل أن ألقاكم غدا في نفس الموعد مع ضيف جديد من برنامج الشعب يريد. تصبحون على خير.